السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم ورق البسطيلة اللي كتجي سهلة واقتصادية وناجحة 100%. كما كتشوفوا معايا، راه سهلة البنات، اي وحدة يمكن ليها توجدها وغادي تنجح معاها 100%. كما كتشوفوا كنجمعها وما كتقطعش نهائيا، كتبقى كما هي. شوفوا البنات، هانتوما راه كتكون رائعه هاد الورقه، ويمكن لكم ديروها في الثلاجه، تخلوها مده 3 ايام او 4 ايام، ما غاديش تخسر نهائيا ولا تقطع معكم، غتبقى كما هي. بقاو معايا تشوفوا طريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. عبرت بالكاس ديال العنبه، غادي ندير 4 كؤوس ديال العنبه ديال الدقيق من النوعيه المزيانه، وغادي ندير شويه ديال الملحه. راه ما يمكنش البنات توجدوها بهذه الطريقه هذه اللي غادي نوريكم ان شاء الله، وما يمكنش ما تنجحش لكم، راه غتنجح لكم 100%. وان شاء الله راه غادي تقولوا لي كيفاش نجحت معاكم. راه كتجي رائعه البنات. وبالنسبه ان شاء الله رمضان على الابواب، كنحتاجوا الورقه بزاف باش كنوجدوا بها بزاف ديال الشهيوات. كما كتشوفوا معايا البنات، راه غادي نعجنها غير بالماء بارد، ومن الاول ما تخلوش العجينه قاصحه بزاف. كما كتشوفوا معايا من بعد ما جمعت العجينه غادي ندهن يديا غير بالماء، وغادي ندلكها مزيان. كما كتشوفوا معايا بحال هكذا غادي ندلكها باش ترخف معايا. من بعد ما كتدلكيها راه كتزيد العجينه كترخف وكتطلق وما كتبقاش في هذوك الحبيبات. غادي ندلكها مزيان البنات. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه النهائيه ديال هذا الفيديو هذا، وتشوفوا الورقه كيفاش كتجي ناجحه 100%، ويمكن لاي وحده توجدها. بالنسبه للمبتدئات راه كتجي سهله البنات. كما كتشوفوا معايا من بعد ما دلكتها مزيان دابا غادي نجيب بلاستيكه وغادي نغطيها بها، وغادي نخليها مده 10 دقائق البنات باش ترخف مزيان. عاد باش غادي نقطعها قطع صغار. كما كتشوفوا معايا راه ترخفات، ودابا غادي نزول البلاستيكه وغادي ندهن يديا بالزيت. غندهن يديا بالزيت وغادي نبدا نقطع في العجين ديالي على هذا الشكل هذا. غادي نبقى مستمره حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي كلها. بالنسبه للبنات انا على حسب باش غادي نخدم، بغيت ندير البريوات، داكشي علاش غادي نديرهم صغار. الا كنتو باغيين ديروا بهم بسطيله كبيره وعندكم المقله كبيره، يمكن لكم ديروا هاد الورقه كبيره ان شاء الله. انا غادي نديرها غير صغار. انتم غادي تشوفوا معايا الطريقه. من بعد ما كملت وترخفوا معايا، دابا غادي نجيب ورق الزبده البنات، غادي ندهنو بشويه ديال الزيت، وغادي نقرص فوق منه العجينه ديالي. كما كتشوفوا غادي نطلق هاد العجينه مزيان فوق ورق الزبده، ودايره المقله على النار باش تسخن، والنار هادئه، ما غاديش نجهد العافيه بزاف. من بعد ما قرصتها كما كتشوفوا دابا، كما كتشوفوا معايا البنات راه درتها فوق من المقله وطابت ان شاء الله البنات. من بعد ما درتها في المقله ما عرفتش كيفاش ما بانتش، ولكن غنعاود معكم واحده اخرى. شفتوا كيفاش جات؟ راه دقيقه ما كاملاش البنات كتزولوها، دقيقه ما كاملاش باش كطيب فوق من المقله، والمقله كتكون سخونه، وكتقلبوا هاد ورق الزبده كتقلبوها فوق منها وكتخلوها فوق من النار في المقله. هانتوما غادي تشوفوا معايا، حيت في الاول ما بانتش، ما كانت الكاميرا وقفات ليا. كما كتشوفوا معايا انا غادي نعاود معكم واحده اخرى ان شاء الله. غادي نقرصها مزيان، نطلقها فوق من ورق الزبده. كما كتشوفوا معايا البنات غنطلقها مزيان حتى كيبان الورق الزبده من التحت ديالها. نرققها مزيان
دابا غادي نوريكم كيفاش غادي نطيبها. المقله راه بطبيعه الحال سخونه، وغنقلب نهز الورق وغادي نقلبه بحال هكذا. غادي نبقى نورك عليها من الفوق. هانتوما ما كاملاش البنات دقيقه، وغادي كما كتشوفوا معايا دابا راه طابت. غادي نهزها بالورق ديالها باقا لاصقه فيه، كنقرصها فوق من ورق الزبده وكتبقى لاصقه في ورق الزبده. كنطيبها في المقله كما كتشوفوا، كنقلبها وكنطيبها في المقله وكنحيدها من المقله عاد باش كنزولها من فوق ورق الزبده، كتبقى لاصقه فيها البنات، ما كطيحش منه حتى كنزولها بيديا. من بعد ما حيدتها شفتوا كيفاش كتحيد بسهوله، كتجي رائعه كما كتشوفوا معايا. جات رائعه البنات، جات الورقه جات رقيقه وجات غزاله كما كتشوفوا معايا. ان شاء الله يمكن اي وحده توجدها في البيت بلا ما تكلف على نفسها وتشريها. كما كتشوفوا معايا في ورق الزبده البنات غنتنيها بحال هكا، وغادي نديرها في الثلاجه حتى غادي نبغي نخدم بها وغنجبدها. ما تنسوش تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وشكرا على المتابعه.